طيب الحاجة التانية، لو أنا حابب أخزن البيانات بتاعتي في ملف إكسل، أعمل إيه؟ هستخدم الأمر اللي اسمه تو إكسل. هو نفس الكلام اللي فات، أنا ما غيرتش أي حاجة، نفس الكود ونفس كل حاجة. عندي السيريز عشان أكون مصفوفة مفهرسة، وبعد كده رحت استخدمت الداتا فريم عشان خاطر أكون الداتا فريم بتاعتي بنفس الطريقة. وبعد كده قلت له اعرض لي الإيه الداتا فريم بتاعتي. وبعد كده قلت له بعد إذنك روح خزن الداتا فريم دي في اكسل فايل. فقلت له جريدز اللي هو المتغير اللي شايل الداتا فريم بتاعتي دوت اكسل دوت مين تو اكسل، وقمت مديله المسار بتاعي، وقمت مديله مين المسار بتاعه، وقلت له سمي الفايل بتاعي فيرست يير دوت اكس ال اس اكس. واكتر من كده كمان، ده انا حددت له الشيت اللي هيخزن فيه البيانات بتاعتي داخل ملف الاكسل بتاعي. فرحت ايه قمت قايل له كوما شيت نيم هو عباره عن الشيت واحد. طيب خليني الاول كده امسح الفايل اللي اسمه فيرست يير دوت اكس ال اس اكس عشان تتاكدوا بس ان هو ايه اهو شيفت ديليت واهو. يبقى انا كده ما عنديش فيرست يير دوت اكس ال اس اكس. انا هنا انا هخليه هو اللي ينشئ هذا الفايل ويخزن جواه الداتا فريم او البيانات بتاعتي اللي انا كونتها دي. واكتر من كده زي ما قلت لك ان انا بعد المسار قمت قايل له كوما الشيت نيم بيساوي شيت واحد. انا حددت له الشيت او ورقه العمل اللي هو هيخزن فيها هذه البيانات. وبالتالي لما اقول له اعمل لي رن للجزئيه دي من الكود، قال لي والله الداتا فريم بتاعتك اهي. ولو رحت كمان على المسار بتاعك هتلاقي فيرست يير دوت اكس ال اس اكس اهو. ولو ضغطت عليه دبل كليك كمان هيديك الداتا فريم بتاعك وموجوده في ملف اكسل زي ما هتظهر قدامنا بالشكل اللي هو ايه بالشكل اللي هو قدامنا دلوقتي اهو. ده اكسل فايل في نفس البيانات اللي هي اتكونت قبل كده في السي اس في فايل. طيب ماذا لو حابب تتعامل مع ملفين مختلفين؟ حابب تتعامل مع ايه مع ملفين مختلفين في مره واحده؟ يبقى انت عايز على طول في مره في نفس الكود بتاعك تتعامل مع اكسل فايل وتتعامل مع سي اس في فايل. على سبيل المثال لو حابب تقرأ من ملف اكسل او من ملف سي اس في، عادي جدا هقول له حاجه بالشكل ده import pandas as pd. هعرف متغير اسمه جريدز واحد، حيث جريدز واحد ده عباره عن ايه بي دي دوت ريد اندرسكور سي اس في، وقمت مديله المسار اللي هو هيريد منه الفايل بتاعه. يبقى هنا بقول له اسم المكتبه دوت سي اس في، وقمت مديله المسار اللي متخزن عليه البيانات في الملف بتاعه. هيقوم واخد محتوى الملف ده وحطه في المتغير اللي اسمه جريدز واحد. وعندي برضه متغير اسمه جريدز اتنين، هو عباره عن بي دي دوت ريد اكسل، وقمت مديله المسار اللي هو متخزن عليه الفايل بتاع الاكسل بتاعي اللي انا لسه مكريته اصلا دلوقتي. كويس جدا. في الحاله دي هيقوم واخد محتوى الملف بتاع الاكسل ده وحطه في المتغير اللي اسمه جريدز 2. وبعد كده بقول لما قلت له رن هيقوم مديني النتيجه اللي متخزنه في جريدز 1 زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وتحتها على طول النتيجه اللي متخزنه في جريدز 2 زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط. نفس الموضوع برضو لو عايز افتح فايل واقرا محتواه بس بطريقه تانية. لو انا عايز افتح فايل واقرا محتواه بطريقه تانية، شوف هنا بقول له from pandas import import الداله اللي اسمها read CSV. يبقى في الاول خالص انا كنت بستدعي المكتبه كلها عن طريق الامر اللي اسمه import اسم المكتبه as اختصار. هنا انا بقول له لا، ده انا فقط انا مش محتاج غير داله واحده، هذه الداله هي اللي هتقرا محتوى الفايل بتاعي اللي موجود في المسار المعين ده. وبالتالي قلت له from pandas import read السي اس في، وقمت معرف متغير اسمه فايل نيم. الفايل نيم شايل المسار اللي فيه الملف بتاعي اللي فيه البيانات اللي انا عايز اقرا محتواها وامتداد هذا الفايل سي اس في فايل. كويس جدا. وقمت جاي تحته قايل له النيمز هي عباره عن ايه؟ نيمز ده متغير. نيمز ده عباره عن ايه؟ عباره عن متغير. المتغير ده عباره عن ليست. المتغير ده عباره عن ليست. هذه الليست عناصرها هي A و B و C و D و E. بعد كده عرفت متغير تاني اسمه داتا.
داتا هي عباره عن ايه؟ اهو ريد سي اس في، هي الداله بتاعتي ريد سي اس في، وقمت مديها الفايل نيم، وقمت قايل لها ده النيمز هي عباره عن النيمز اللي هي موجوده عندي في الليست دي. هنا انا بعرف متغير اسمه داتا، المتغير ده عباره عن محتوى المتغير اللي اسمه فايل نيم اهو، لان فايل نيم هو اللي كان شايل محتوى الفايل. كويس جدا. واسماء الاعمده والصفوف هياخدها من مين؟ هي عباره عن عناصر الليست اللي هي جايه من المتغير اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه نيمز، اللي انا معرفها له زي ما انتم شايفين بالشكل اللي هو قدامنا ده. وفي الحاله دي بقول له اعرض لي هذه الداتا. لما اقول له رن الجزئيات من الكود زي ما احنا شايفين، كل اللي عمله ايه هو؟ راح جاب محتوى الفايل بتاعي، لان السكندير دوت سي اس في كان فيه ايه؟ كان فيه الداتا فريم اللي انا كونتها قبل كده. وزي ما قلت لك، هو هيروح هنا لما انا قلت له الفايل نيم، ادى الفايل اهو، المتغير اللي كان شايل الداتا فريم بتاعتي. بعد كده قلت له النيمز هي عباره عن النيمز، بقول له خد A وB وC دي خليها هي اسماء الصفوف واسماء الاعمده، وتقاطع الصف مع العمود لما ما لقاش حاجه قام مديله ايه؟ نون افيلابل اللي هو الايه؟ النان دي. كويس جدا. طيب لو عايز افتح ملف اقرا محتواه وبعدين اعمل عليه مجموعه من الاجراءات او العمليات الاحصائيه، لو انت عايز تفتح ملف وتقرأ محتواه وتعمل عليه مجموعة من العمليات أو الإجراءات الإحصائية، هنعمل حاجة بالشكل اللي هو قدامنا، اللي هو قدامنا ده. بقول له from pandas import الدالة اللي اسمها read CSV، وقمت جاي تحت قايل له ده أنا بعرف متغير اسمه الفايل نيم، وفايل نيم برضو بحط فيه المسار اللي فيه الملف بتاعي اللي فيه مجموعة البيانات. وهنا ناخد بالنا من حاجة، الملف بتاعنا ده عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن مجموعة من الهنود اللي عندهم مرض السكري. شوف الملف اسمه ايه؟ بياما انديانز ديابيتس دوت سي اس في. بياما انديانز ديابيتس ده مجموعة، هم شوية ناس من الهنود كده عندهم مرض السكري. كويس جدا. يبقى انا خدت الناس دي وباعراضهم بالمرض بتاعهم بالحاجات المسبقه، وقمت حاطهم في اهو اللي هو الفايل بتاعي اللي انا مخزنه عندي ده. نزلته انا من على كاجل بنفس الاسم كده، حطيته على جوجل وقمت قايل انتر، قام مبعتني على كاجل قمت منزله. فبما انديان ديابيتس ده فايل سي اس في، فايل شايل مجموعه من الناس من الهنود، والناس دول عندهم ايه؟ امراض معينه. نفضل ننزل 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 ننزل، هنلاقي ده ايه؟ عن لغايه 767 واحد عندهم الايه؟ الامراض دي. ده الفايل بتاعي اللي انا منزله. كويس. هذا الفايل انا عايز افتحه اقرا محتواه واعمل عليه مجموعه من العمليات الاحصائيه. الاول برضو بعرف متغير اسمه نيمز. النيمز ده برضو عباره عن ليست، وبحط فيه مجموعه امراض اهوت، اللي هو البريج والبلانس والبريس والسكن والتست والماس والبيدي والايج والكلاس. دي هي مين؟ هي الليست بتاعتي. وبعد كده برضو قمت قايل له بقى هعرف متغير اسمه داتا. الداتا ده هو عباره عن ريد سي اس في، وقمت بعت لها الفايل نيم اللي هو الملف بتاعي، وقلت له كمان سمي الاعمده والصفوف باسم الايه؟ باسم النيمز اللي انا مديها لك دي، اللي هي البريج والحاجات دي كلها. كويس جدا. وبعد كده قمت قايل له اعرض لي هذه البيانات. هنا هيعرض لي البيانات دي في شاشه الكونسول قدامي، وتحت قمت قايل له الديسكريبشن، بعرف متغير اسمه ديسكريبشن، هو عباره عن اسم المتغير اللي شايل البيانات بتاعتي اللي هو داتا دوت ديسكرايب. فاكرين الامر ديسكرايب كان بيعمل ايه؟ الامر ديسكرايب كان بيروح يجيب مجموعه من العمليات او الدوال الاحصائيه اللي خاصه بداتا معينه. كان بيروح يجيب لي الكاونت، يروح يجيب لي الستاندرد ديفيشن، يروح يجيب لي المين، يروح يجيب لي الميديان، يروح يجيب لي ال 25%، ال 50%، ال 75%، ويجيب لي المينيمم فاليو والماكسيمم فاليو. وقمت قايل له اعرض لي هذه البيانات. وفي الحاله دي لما اقول له اعرض لي البيانات دي، ايه اللي هيحصل؟ هيقول لي والله
ما هو ده محتوى الفايل بتاعك اهو، هو ده محتوى الفايل بتاعك. طيب، وبعد كده انا عملت لك عليه، كبر شويه، مجموعه من العمليات الاحصائيه زي انت ما طلبت مني. اهو هو ده العمليات الاحصائيه اللي انت حطيتها في الامر اللي اسمه ديسكرايب اهو. نطلع فوق نجيب محتوى الفايل بتاعنا. لو خدنا بالنا هو بدأ من صفر وانتهى عند كام؟ انتهى عند 767، لان هم كانوا 768 ايه؟ كانوا 768 صف. واسماء الاعمده اللي هي الليست بتاعتي اللي هي البريج والبلاس والبريس والسكين لغايه الايه؟ لغايه الكلاس. لما قلت له بقى ده لغايه هنا اللي هو برنت الداتا، يعني ده لغايه الامر اللي اسمه ايه؟ لغايه الامر اللي اسمه برنت الداتا. واحنا عارفين الحاجات دي. فقط بديله مسار وبقول له بعد اذنك روح اقرا لي محتوى هذا الفايل. بس فقط انا قلت له سمي لي الايه؟ سمي لي النيمز باسم الايه؟ باسم النيمز. ماشي، قام مسمى لي النيمز باسم مجموعه العناصر اللي داخل الليست اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها النيمز، اللي هي البريج والبلاس لغايه الايه؟ لغايه الكلاس. لما قلت له بقى داتا اللي هو المتغير اللي شايل كل محتوى هذا الفايل دوت ديسكرايب، هيقوم جايب تحت مجموعه من الدوال والبيانات الاحصائيه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. قال لي الكاونت، انت عندك كم واحد في البريك وفي البلاس؟ طبعا عندي 768. طب المين، هيروح يجيب المين لكل عمود. قال لي المين بتاع البريك هو الرقم ده، والمين بتاع البلاس هو الرقم ده لغايه الايه؟ المين بتاع الكلاس. الستاندرد ديفيشن، المينيمم فاليو، الماكسيمم فاليو، وال 25% وال 50% وال 75% زي ما احنا جبناها قبل كده. يبقى لو انت عايز تقرا محتوى ملف وكمان اكتر من كده تجيب عليه مجموعه من الدوال الاحصائيه، هتستخدم الايه؟ هتستخدم الامر اللي اسمه ديسكرايب اللي احنا جبناه قبل كده اصلا. ممكن نجيب البيانات الاحصائيه ونعمل لها جروبنج. ممكن نجيب البيانات الاحصائيه ونعمل لها ايه؟ ونعمل لها جروبنج. بمعنى تاني، انا مثلا عندي عمود اسمه كلاس، مش كان عندي عمود هنا اسمه كلاس في اخر الاعمده اللي هي موجوده عندي؟ كان في عمود اسمه كلاس، ادي العمود اهو اللي كان اسمه كلاس اخر عمود عندي. لو حبيت اعرف عدد الكلاس دي هقول له حاجه بالشكل اللي هو قدامي ده. هو الكود بتاعه نفس الكود، ما عملتش اكتر من الحاجات اللي هي قبل كده. فروم بانداس امبورت، ماشي، هامبورت الداله بتاعتي اللي اسمها ريد سي اس بي. الفايل بتاعي هبعته على المسار اللي متخزن فيه الداتا بتاعتي اهو، ادي اسم الفايل بتاعي بياما انديانز ديابيتس دوت سي اس بي. وقلت له برضه هعرف انا ليست اسمها النيم وجواها مجموعه الاسماء دي، واخر واحد فيهم كان هو الكلاس زي ما احنا عارفين اهو. ادخل كده لجوه هلاقي اخر واحد فيهم كان هو مين؟ كان هو الكلاس زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وبعد كده بقول له المتغير بتاعي ده حط فيه هذا الفايل، بس سمي لي الاعمده والصفوف باسم الايه؟ باسم الامراض اللي انا حاططها لك جوه الليسته دي. تمام جدا. بعد كده بقول له ايه؟ كلاس كاونت. عرفت متغير اسمه ايه؟ اسمه كلاس كاونت. وكلاس كاونت ده عباره عن ايه؟ هو المتغير بتاع اللي شايل البيانات اللي موجوده في الفايل دوت جروب باي دوت ايه؟ دوت جروب باي. وقمت قايل له جروب باي مين؟ باي كلاس. ودوت سايز كمان. هنا بقول له اعمل لي جروبنج للكلاس، اعمل لي جروبنج مش لكله بقى، للكلاس، للداتا اللي هي داخل الكلاس. ويحط الناتج في متغير اسمه كلاس كاونت. وفي الحاله دي لما اقول له اعرض لي الكلاس كاونت، هيقول لي خد بالك الكلاس كاونت هنا زي ما احنا شايفين فيه تو فاليوز، الزيرو والواحد. الزيرو اتكرر 500 مره والواحد اتكرر 268 مره. يبقى هو لما عمل جروبنج كان الكلاس هو عباره عن قيمتين فقط، قيمه للزيرو وقيمه للواحد. الزيرو قيمته اتكررت 500 مره والواحد قيمته اتكررت كام؟ 268 مره. آه عندنا كمان معامل الارتباط. معامل الارتباط قلنا قبل كده ان هو بيجيب لي مدى ترابط البيانات مع بعض، او مدى قرب البيانات مع بعض. مدى ترابط او قرب البيانات ايه؟ او قرب البيانات مع بعض. هنا بقى امبورت المكتبه بتاعتي بالطريقه دي زي ما قلنا. برضو بعرف متغير اسمه فايل نيم، والفايل نيم شايل المسار اللي موجود عليه البيانات بتاعتي او الفايل بتاعي اللي فيه البيانات اللي انا محتاجها.
برضه بعرف ليست اسمها نيم، وهي عباره عن مجموعه الامراض دي زي ما قلنا. بقول له برضه الداتا هي عباره عن ريد سي اس في، بقول له روح حط الداتا او محتوى هذا الفايل داخل متغير اسمه داتا، بس سمي لي الاعمده والصفوف باسم النيمز اللي هي جايه لي من الليست دي. وبعد كده بقول له الكورليشن هو عباره عن اسم المتغير اللي شايل بيانات دوت كور اللي هي الكورليشن يعني اوف ميثود بتساوي بيرسون. ميثود بتساوي بيرسون دي طريقه بيجيب بيها معامل الارتباط بين القيم وبعضها، ودي عارفينها الناس بتوع الاستاتستكس او الاحصاء اللي هم درسوها في الاحصاء. يعني ايه؟ هيبقى عارفينها كويس. اللي مش عارفها يبقى يرجع لها. وبعد كده بقول له اعمل لي برنتري الكورليشن. احنا قلنا قبل كده موضوع الكورليشن ده ان هو هيعمل لي جدول في اسماء الصفوف واسماء الاعمده زي بعض، ويروح يجيب مدى تقارب هذه البيانات مع بعضها. لو ان كبرنا كده الشاشه شويه اهو، هكبر كمان لغايه بس ما يظبط اهو. تمام كده. هنروح هنا الجدول بتاعنا هنكونه بالطريقه دي. شوف اسماء الاعمده واسماء الصفوف زي بعض. فطبعا القيمه بتاعت البريج هي قيمه البريج، فاداني واحد. قيمه البلس مع البلس تحت هنا هلاقيه مديني واحد. قيمه البريس مع البريس هلاقيه مديني واحد. ماشي كده دايجونال. وكل ما الداتا تبعد عن بعضها هيديني سالب واحد، وكل ما الداتا تقرب من بعضها هيديني واحد، واللي في النص طبعا هيديني ايه؟ هيديني 0.5. ناخد بالنا ان القيم اللي ناتجه ديت القيمه الكسريه تتكون من كذا رقم عشري، يعني 2 4 6 ارقام عشريه. لو انت حابب تقلل الارقام العشريه دي هتستخدم امر اسمه سيت اوبشن، زي ما احنا شايفين هنا كده في الكود بتاعنا حاجه اسمها ايه؟ سيت اوبشن. وهقول له خلي البرسيجن بيساوي كام؟ خلي البرسيجن بيساوي 3. البرسيجن يعني الدقه، معناها ان انا بقول له رجع لي فقط 3 ارقام بعد العلامه العشريه. بس ناخد بالنا الامر اللي اسمه سيت اوبشن ده موجود داخل المكتبه اللي اسمها ايه؟ المكتبه اللي اسمها بانداس. وطالما انا مستدعي المكتبه بالطريقه فروم بانداس امبورت الامر اللي انا عايزه او الداله اللي انا عايزها، لابد ان انا اقول له فروم بانداس امبورت امر اسمه ايه؟ اسمه سيت اوبشن. لو قلنا الامر ده لو انا حابب اقلل عدد الارقام العشريه اللي هي بتطلع لي بعد الايه؟ بعد العلامه العشريه، فاقدر استخدمه بكل سهوله. عندنا امر تاني اسمه سكيو زي ما خدناه قبل كده برضو. الامر ده بيديني مدى انحراف كل قيم عمود عن قيمه محدده هو بيحسبها لنفسه، وفي الحاله دي بيقول لي كل عمود فيهم معامل الانحراف بتاعه بيساوي قد ايه. احنا هنا نفس الكود ما غيرناش في اي حاجه. جينا فقط وقلت له سكيو، ممكن تقول اي متغير يعني اكس او واي او زي، هو عباره عن الداتا دوت سكيو. الداتا دوت اس كيو. وفي الحاله دي بقول له اعمل لي برنت للمتغير اللي اسمه اس كيو، فهو هيروح يجيب لي مدى انحراف كل قيم عمود لوحدها. يعني في البريج كان السكيو بتاعه 9 من 10. في البلاس او البلس كان السكيو بتاعه 17 من 100. في البريس لغايه اخر كلاس اللي هو اخر مرض اللي هو الكلاس كان السكيو بتاعه 63 من 100، زي ما احنا شايفين بالشكل اللي هو قدامنا ده.